ما تيجي معايا احكي لك عن الجاسوس الفرحي وعظمة المخابرات المصرية في ليلة القبض عليه. بس ده مش قبل ما تعمل لنا لايك وتشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان توصلك كل حلقات حكاية وطن. مش كل الحروب اللي بتحصل بتكون حروب معلنة، ده في حروب سرية بتحصل واحنا مش بنكون عارفين عنها أي حاجة خالص. الحكاية بدأت لما قامت حرب سرية شرسة شارك فيها عملاء مصريين تابعين للمخابرات المصرية، وده علشان يجمعوا معلومات كافية عن الجواسيس اللي حاطين إيديهم في إيد أعدائنا البعداء. وفي المقابل الإسرائيليين حاربوا هم كمان بطريقتهم القذرة وضحوا بعملاء ليهم ونشروهم في أماكن كتيرة، في اللي كانوا موجودين على خط بيمتد من أديس أبابا لفرانكفورت، وفي منهم في الشمال في لندن وباريس، وأخيراً عملاء تانية في القاهرة. طيب تفتكر ايه المعلومات اللي كانت بتروح لتل أبيب عن طريق العملاء دول؟ هقول لك إنه على مدار 19 سنة، وهي دي المدة اللي كانت من وقت ليلة اعتقال ماكس بينيت حتى ليلة حرب أكتوبر، قامت إدارة مكافحة الجاسوسية في القاهرة بتوجيه 89% من المعلومات اللي وصلت لها إسرائيل، سواء كانت معلومات عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، عن طريق عملائها المنتشرة في كل مكان. وكانت إدارة المعلومات في المخابرات المصرية بتزود ضباط إدارة مكافحة الجاسوسية بتقارير محبوكة ومش حقيقية عن مصر، فيها بيانات اتكتبت بعناية علشان العملاء ياخدوها ويبعتوها لرؤسائهم في تل أبيب. وكانت المعلومات بتتحط في طريق الجواسيس الفاشلين، وكانوا فاكرين نفسهم نجحوا في مهمتهم، والحقيقة غير كده خالص، ده فخ معمول لهم هم واللي باعتينهم لينا. وكل ده كان بمساعدة رجال مصر الوطنيين ورجال محطات الاعتراض اللاسلكية وكمان اللي شغالين في مكاتب حل الشفرة. وفي يوم 24 سبتمبر سنة 61 قدرت محطة الاعتراض اللاسلكي المصري الوصول لرسالة لاسلكية جاية من مراكز البث الإسرائيلي ورايحة لعميل بيمارس نشاط الجاسوسي جوه الأراضي المصرية، وبعدها حولوا الرسالة لمكتب حل الشفرة، وساعتها لقوها رسالة غامضة وما عرفوش يفكوا رموزها ويكشفوا عن مضمونها إلا في اليوم الثاني لما بعتوها في ظرف أحمر لإدارة مكافحة التجسس، وأرفقوا فيها كل التفاصيل عنها من وقت استقبال الرسالة ومتوجهة برقم إيه والمين، وكمان شوية معلومات الفنية التانية. وتاني يوم الظهر كانوا مجهزين عربيات متزودة بأجهزة الكشف اللاسلكية علشان توصل لجهاز العمليات وتعرف مكانه فين. وبعد 48 ساعة من البحث المتواصل بلغت عربية القيادة بخبر وصولها للجهاز، وسجلت البيانات الخاصة بيه على بطاقة سريعة، وسلمت أرقام الموجات اللي بيبعت العميل رسايله عليها للقايمين بالعمل في قسم الاستماع، وسمعوا الرسائل كلها واتسجلت أوتوماتيكي. وبعد ما عرفوا كل حاجة عنه، وهي إنه شاب من مواليد مصوع إثيوبيا واسمه بالكامل علي أحمد الفرحي وعنده 29 سنة، وإدارة الجوازات والجنسية وصلوا لكل البيانات بشكل تفصيلي عنه. وكانت البيانات هي إنه وصل لمصر في أغسطس 61، وفضلت الرسائل المتبادلة ما بينه وما بين تل أبيب تتردد في أجهزة الاعتراض المختصة من غير ما يفلت منهم ولا رسالة واحدة. وبعدها عرفت المخابرات المصرية اسم ضابط الموساد بتوجيهه لتوقيع رسايله بالاسم الحركي أوليفر. والغريب إن الضابط ده ما حاولش يغير الشفرة اللي استعملها في الاتصال بعميله، وده أمر بيعتبر إنهاك صارخ لمبادئ الجاسوسية. وفي اليوم المتعوس علي الفرحي بعت رسالة بيطلب فيها بعض المعلومات عن الغواصات والسفن، وبعدها بيعرفوا إنه استقر على اختياره للنزول في ميناء الإسكندرية، ولكنه ما لقاش وسيلة يقدر بيها إنه يدخل للمينا نفسها، ففضل يتسكع في المنطقة القريبة من المينا وقضى ليلة حلوة مع بحار سكران، وكان بيحب يتكلم كتير عن نفسه، وبسرعة ضربوا مع بعض صداقة جامدة. وبدل ما يخاطر ويحاول يدخل للمينا اكتفى بسهرة حلوة مع شابة في حانة رديئة، والبحار كان بيشرب كحول بإسراف، وكانت المعلومات بتتقال من بقه بكل بساطة. وطبعا البحار السكير بيكون الضابط، والمخابرات المصرية هي اللي زقها عليه، والمخابرات بتقدم لعلي الفرحي المعلومات على طبق من ذهب عن طريق السكير، وغرضهم إن تل أبيب توصل لها معلومات عن مصر مش صحيحة وتضللهم. استمرت اللعبة دي لحد ما علي الفرحي صدرت منه تصرفات بعيدة عن الأمان، ومن هنا كانت ليلة القبض على علي الفرحي علشان يحافظوا على شعب مصر وأهلها، وصدرت أوامر فوراً بالقبض عليه وتنفذ حكم الإعدام فيه، وخلصنا من جاسوس غشيم وقع في فخ إسرائيل وكانت نهايته تشبه حكايته. ودي كانت حكاية من حكايات الجاسوسية اللي بتبين قد إيه المخابرات العامة المصرية قايمة بواجبها على أكمل وجه. استنونا الحلقة الجاية في مواضيع جديدة عن الجاسوسية على قناة حكاية وطن. يلا سلام.